كان الضحية مشردا بمدينة بركان يتخذ من هذه الأرض الخلاء مأوى. بهذا الحجر هشم المتهم رأس ضحيته بعد أن راوده عن نفسه وحاول هتك عرضه. كتشد الضرب وتعاود ويا كان كيسيري شربنا معاه طوبي. شكون اللي كان معه؟ أسفر البحث المحيط الذي تم إجراؤه كذلك عن التعرف على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يرافقونه في هذه الجلسات الخمرية، ومن بينهم آخر شخص الذي حضر معه جلسة الخمرية ليلة البارحة. وتم إجراء مجموعة من التحريات تم على إثرها إلقاء القبض على المعني بالأمر بالمحطة الطرقية. المتهم والضحية مدمنان على تعاطي الكحول. لم يهنأ المتهم بفراره إلا سويعات لتتلقفه أيدي الشرطة. حاول الجاني التخلص من الملابس التي كان يلبسها خلال إقدامها على فعله الإجرامي حتى لا يتم العثور عليها وهي ملطخة بدماء الضحية. كذلك التحريات أظهرت أنه تخلص من هذه الملابس في أحدى صناديق القمامة بشارع بيرنزران. تم العثور على الملابس التي كان يلبسها الجاني وهي ملطخة بدماء الضحية. غدا سيقدم المتهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة، والتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.